الوصفه اللي قدامكم ديت بتعتبر من اشهر الوصفات المنتشره حاليا واسمها موتشي بايتس، وهي باختصار عباره عن طريقه جديده لعمل الموتشي وهنجربها بثلاث اطعمه مختلفه، الفراوله والشوكولاته والحليب. وبصراحه باين على شكلها حاجه في منتهى الجمال، علشان كده كنت متحمس ان اجربها واشوف الطعم عامل ازاي. وبس كده اتحمسوا معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج نص كوبايه من دقيق الرز اللزج، ولو عايز تطلبه هسيب لك اللينك في اول كومنت. وهنضيف عليه معلقه كبيره نشا، معلقتين كبار سكر، وهنضيف تلت كوبايه حليب بالفراوله، وممكن نضيف لون طعام احمر حسب الرغبه. ودلوقتي هنقول بسم الله ونقلب كويس. وبعد التقليب هنقول بسم الله ونبدا نصفي الخليط، وعلى نار متوسطه هنصب الخليط، وهنضيف نص معلقه كبيره زبده، وهنقلب كويس لحد ما تتحول معانا العجينه. وبعد ما يتحول معانا العجينه يابسه بالشكل ده هنرفعه من على النار، وبعد ما نرفعه من على النار هنبدا نعجنه بنفس الطريقه دي كده لحد ما يتحول معانا شبه السلايم. وبعد مرور حوالي 5 دقائق عجن وتتحول معانا القوام شبه السلايم بالشكل ده، هنبدا دلوقتي نقطعها قطع صغيره بالشكل ده، وهنبدرها في النشا. وبعد ما نبدرها في النشا هنبدا ننضفها بالشكل ده. وبالنسبه للتغميس هنحتاج اي نوع بسكوت مفتت، وهنستخدم اي نوع شوكولاته سبريد حسب الرغبه، انا هستخدم وايت شوكليت. وكده الموتشي بايتس اصبح جاهز على الاكل، وده كده اول طعم عملناه بطعم الفراوله. وكده كل اللي عليك تقول بسم الله وتغمز وتدوق. اما بقى لو حبيت تعمله بطعم الشوكولاته هنحتاج نص كوبايه من دقيق الرز اللزج، وهنضيف معلقه كبيره كاكاو، معلقه كبيره نشا، معلقتين كبار سكر، واخر مكون تلت كوبايه حليب. ودلوقتي هنقول بسم الله ونقلب كويس. وبعد التقليب هنبدا نصفي الخليط، وبعد ما نصفي الخليط هنرفعه على نار متوسطه، وهنضيف نص معلقه كبيره زبده، وهنقلب كويس لحد ما تتحول معانا العجينه. وبعد ما تتحول معانا العجينه يابسه بالشكل ده هنرفعها من على النار. وبعد ما تتحول معانا القوام شبه السلايم بالشكل ده هنبدا نقطعها. وبالنسبه للتغميس هستخدم شوكولاته سبريد. وكده موتشي الشوكولاته اصبح جاهز على الاكل، وكده نقول بسم الله ونبدا نغمز وندوق. وبالنسبه لطعم الحليب هنحتاج حوالي نص كوبايه من دقيق الرز اللزج، معلقه كبيره نشا، معلقتين كبار سكر، وهنضيف نص كوبايه حليب، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنصفي الخليط، وهنرفع الخليط على نار متوسطه، وهنضيف نص معلقه كبيره زبده، وهنقلب كويس لحد ما تتحول لعجينه. وبعد ما تتقل معانا بالشكل ده هنرفعها من على النار، وهنبدا نعجنها بنفس الطريقه دي لحد ما تتحول لقوام شبه السلايم. واول ما تتحول معانا القوام شبه السلايم هنبدا نقطعها. وبعد ما نبدرها في النشا هنبدا ننضفها. وكالعاده التغميس حسب الرغبه، انا هستخدم بسكوت بالكاكاو واي نوع شوكولاته سبريد. وكده الموتشي بايتس بالحليب اصبح جاهز. ويلا بينا دلوقتي نقول بسم الله ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم مبدئيا كده من ناحيه عجينه الموتشي فطعمها قريب قوي من اللبان، وطبعا طعمها بيختلف على حسب التغميس اللي بنغمسه فيها. وانا بصراحه افضل طعم بالنسبه لي هو طعم الفراوله، الطعم حرفيا في منتهى الجمال. يعني من الاخر جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.